الشيلي بشرت بقيادة إدواردو بيريسو مدرب الأرجنتيني الذي تعاقد معه الاتحاد الشيلي قبل تقريبا 13 شهر من أجل قيادة منتخب الشيلي خلفا للأوروغواياني مارتين لاسارتي الذي كان فاشلا في قيادة منتخب الشيلي لكأس العالم. إدواردو الذي تابعنا قبل لحظات بيريزو والآخر عاش ربما خيبة أمل بعدما فشل في قيادة البيروخا لمونديال قطر رفقة الباراغواي قبل أن يتولى تدريب بطل أمريكا الجنوبية مرتين. اليوم في مواجهة وليد الرغاي تحدي كبير من جانب وليد كما قلنا الذي حمل قميص المنتخب الوطني المغربي كلاعب وكان من الأسماء التي كادت الوصول لنهائي كأس أفريقيا نسخة تونس 2004 النسخة التي يمكن أن نقول هو الجيل الذي لم يتمكن من تولي كأس العالم، لكن الآن تمنح الفرصة لوليد بقيادة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022. تنطلق المباراة من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي. كيف ستكون بداية هذا الحوار؟ مباراة معطيات تؤكد ان شاء الله طرف منتخب الشيلي. يضغط المنتخب الوطني سفيان بوفال ومخالفة لفائدة المنتخب الوطني، مخالفة يشير الحكم لفائدة المنتخب الوطني. سلال جميل من الجهة اليسرى في حدود الدقيقة الخامسة. يلا شباب، أشرف حكيمي، حكيم زياش تسدد بشكل مباشر من طرف أشرف حكيمي تسدد كرة ترتطم بحيث تصد منتخب الشيلي. يصاب على إثر ذلك لاعب منتخب الشيلي. سلبات نتابع في الصورة لاعب بوليغار. الانطلاقة من جانب زياش، العرضية والتمريرة، فرصة خطيرة. هنا الكنترول، هنا المحاولة، هنا التسديدة جات من طرف نصير المزراوي. أول تهديد لفائدة المنتخب الوطني. نتابع الإعادة، استلام من حكيم زياش، تحضير الكرة عبر عز الدين وناحي، العرضية من عز الدين هنا ارتد. إذا حكيم زياش، الراسية، جميلة اللقطة، الراسية كانت رائعة بعد الارتقال كان من جانب عناصر المنتخب الوطني. لاحظوا الدور الكبير على مستوى الضربة الراسية من طرف أشرف داري. راسية أشرف داري مرت محاذية عن القائمة الأي كورتيس. يتواصل الضغط المغربي، لبس شميلة من حكيم، مشات أشرف في الخطورة، فرصة وطالب بخطأ من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، وطالب بخطأ لفائدة أشرف حكيمي يشير بعدم وجود المخالفة. هنا نتابع تدخل كبيرة في إيصال الكرات، هنا البينية حذاري خطيرة لمنتخب الشيلي، فرصة تسدد والكرة ترتطم بالقائم الأيمن. لحسن الحظ، نقول لحسن الحظ ضاعت هذه الهجمة لمنتخب الشيلي. إذا الميدل انذار في وجه هذا اللاعب، وقبل ذلك كانت هجمة خطيرة عبر الجهة اليسرى. لاحظوا انسيرالات المميز سفيان بوفال طريقة جميلة، والحكم يقول خطأ لفائدة منتخب الشيلي. مطالبة بركلة جزاء، أظن بأنه فيها الخطأ، أظن بأنه اللقطة فيها شك، وبذلك هل كان هناك إسقاط؟ هنا نتابع اللقطة اللي أصيب على إثرها أو سقط على إثرها سفيان بوفال. منطقة الجزاء عز الدين وناحي. يلا شباب، من الهجمة المغربية لعز الدين وناحي، مراوغة جميلة، انطلاقة في الخطورة العرضية، تغطية دفاعية من جانب منتخب الشيلي. يحضر الاسيست من جانب حكيم زياش، حكيم عبر القائم الثاني، فرصة خطيرة، مرت محاذية الكرة امام المدافع اشرف داري. لاحظوا كما قلنا نقطة القوة بالنسبة للمنتخب الوطني في الكرات الثابتة. عن الكرة لعز الدين وناحي من اشرف حكيمي لحكيم زياش، عرضية خطيرة، جميلة اللقطة، جميلة العرضية من حكيم ومتابعة سفيان بوفال. مرت الكرة بسلام. نتابع إعادة هذه الكرة من طرف سفيان بوفال، عملية افتكاك الكرة من سليمة ملاح،
يطالب حكم المباراة بمخالفة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. بناء هجومي من جديد لمنتخب الشيلي. شميلة سفيان بوفال لحكيم زياش، زياش استلام، زياش سددها وبين الحارس برايان كورتيس. مرابط ولو غير شميلة سفيان بوفال، بوفال يوسف نصيري، خطوات بينه وبين يوسف نصيري يتحصل على إثر سفيان بوفال على ضربة خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تأتي في حدود دقيقة 29. لاحظوا الرادي بتاتا ستنفذ المخالفة. أشرف حكيمي، حكيم زياش من وراء من سيسدد. يأتي المخالفة للمنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش تسدد مقوسة لكن تستطيع بحيث صد منتخب. الكرة الثابتة للمنتخب الوطني، ركلة ركنية راسية من نصير مزراوي مرت بسلام على مرمى منتخب الشيلي. نتابع عادة هذه اللقطة إذا الشكل تنفيذ الركلة الركنية عبر التايم الأول. ارتقاب من نصير لمنتخب الشيلي، تغطية من طرف أشرف داري، داري حراسة لصيقة لبرينيتون بنجامان. ربما هذه الحراسة اللصيقة استفزت لاعب منتخب الشيلي. لذلك هنا نتابع لقطة من هاشم زياش، كنترول رائع من حكيم، مراوغة من حكيم، أراد أن يموه عناصر منتخب الشيلي، أراد أن يقوم بالمراوغة، مطالبة بركلة ركنية للنخبة الوطنية. بالفعل هنا لقطة تدخل من طرف لاعب منتخب الشيلي كان وضعون آخر. نقلات قصيرة مغربية، فرصة فيها الخطورة، خطيرة خطيرة. كان بإمكانه يمرر سليم ملاح لأنه نصير مزراوي كان متواجد في الجهة اليسرى، كان بإمكانه أن يمرر هذه الكرة لو اختارت. الدقيقة 41، 4 دقائق متبقية على نهاية الوقت الرأسي والطبيعي الشوط الأول. جميل من طرف سفيان بوفال، يحضرها لنصير مزراوي، نصير تسدد، رائعة رائعة الهجمة للمنتخب الوطني، تفاعل كبير، ردة فعل جميلة من جانب النخبة الوطني على مستوى البناء الهجومي. مرت مقوسات تسديدات نصير المزراوي جانبا على القائم الايسر لمرمى الميدال كاري، والحكم يوني. تفصيل الشوط الاول بدون وقت مضاف. تنتهي الجولة الأولى بنتيجة تعادل 0 مقابل 0 في انتظار الشوط الثاني. نتمنى ان شاء الله يكون افضل مما تبعنا في هذه الجوله الاولى. نتمنى ان تظهر الفعاليه الهجوميه لا باس به بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي في انتظار الافضل في الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام نلقاكم اذا الشوط الثاني سينطلق. تعليمات وتوجيهات من ارتورو فيدال، يظهر رجل التجربه. تشكيل منتخب الشيلي الى جانب الكسيس سانشيز لم نتابعه في الجوله الاولى. مهاجم الشيلي وجد صعوبة كبيرة في فرض حضور لاعب فريق أولمبيك مارسيليا. ينطلق الشوط الثاني. هذا الكرة تعود مغربية من جديد، محاولة تقدم، فرصة في الخطورة. عز الدين أناحي سدد، عز الدين أناحي ارتطمت بدفاع منتخب الشيلي والحكم يمنح ضربة المخالفة لعناصر منتخب. أشرف حكيمي، حكيم زياش وسفيان بوفال. حديث ثلاثي حول كيفية تنفيذ هذه المخالفة. تمنح الهدف الأول للمنتخب. أشرف يسدد، خطيرة، جول، لكن مرفوض. الحكم يرفع الراية. تؤجل الفرحة للمنتخب الوطني المغربي، تؤجل الفرحة. تأخر الحكم المساعد، تأخر الحكم المساعد. أليكسيس من الأشياء اليمنى، عرضية، فرصة، حذاري شباب، حذاري. خطيرة اللقطة، خطيرة الهجمة من أرتورو فيدال بتجربة السنوات. تقول بتجربة السنوات، يعني الكنترول والتسديد والعارضة تقول أرتورو فيدال. ضغط مغربي، افتكاك، محاولة فيها الخطورة، خطيرة. ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب الوطني المغربي.
خطا وهفوه ديال سي باولي في الصوره، وتمنح ركله جزاء بعد عمل جميل كان من جانب عز الدين وناحي. لكم اللقطه ولا التدخل هنا، ضغط المتقدم تمويه بلمسه يد واضحه يشير الحكم بعد هنا اللي يحضر في انتظار ان شاء الله النتيجه كذلك في تفاصيل هذا الشوط الثاني. سفيان بوفال، يلا سفيان سفيان سفيان، جول 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 لفائدة سفيان بوفال، وشنبات الملعب تهتز من طرف الجماهير المغربية سعيدة جدا بهذا الهدف من طرف سفيان بوفال في حدود الدقيقة 66. هدف من طرف سفيان بوفال الذي فرض اسمه بقوة في الجولة الأولى وكذلك في تفاصيل الشوط الثاني. أقول مؤشرات إيجابية جدا بالنسبة لي. هنا انطلاقة من أمين، عملية تحضير، فرصة مغربية خطيرة، جول 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 عبد الحميد صابري ما صبرش على منتخب الشيلي لحظات بعد دخوله بتسديدة لا تصد ولا تراد، قلت تسديدة عابرة للقارات تستقر في شباك مرمى براين كورتيس لتمنح الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. نحن في امس الحاجة لمثل هكذا لاعبين مؤثرين بإمكانهم أن يجي للتراجع. مراوغة جميلة، فرصة خطيرة، فرصة رائعة للمنتخب الوطني المغربي. برافو، حماس الأسود اليوم. أقول اللاعب البديل هنا تلعب مقوسة في اتجاه مان، تغطية تسديدة، ياسين برافو ياسين، برافو ياسين بونو، برافو ياسين بونو بعد هذه الفرصة الخطيرة لمنتخب الشيلي. لاحظوا هنا إبعاد من جانب رأس المنتخب الشيلي، والحكم ينهي تفاصيل المباراة. انتصار المنتخب الوطني المغربي بهدفين دون مقابل، انتصار مهم على مستوى الاداء وكذلك على مستوى النتيجه لوصول الاطلس. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم في موعد مقبل بحول في لقاء